كنت أعتقد أن الرمال لا تخفي إلا العظام، لكنني اكتشفت أنها تخفي الزمن نفسه. اسمي هاشم، وكنت أبحث عن موقع أثري في صحراء لا نهاية لها. لكن عندما انهارت الأرض تحتي، وجدت نفسي في مقبرة فرعونية تتحرك رموزها كأنها تتنفس. هناك بدأت رحلتي الأولى، من لفافة بردي إلى بوابة تسحب روحي إلى عالم آخر، حيث السماء خضراء والأرض زرقاء. التقيت بي راما حارس الزمن، وأنقذني من مخلوقات تدعى الكاوندرات. قاتلنا سويا حتى وصلت إلى بوابة معلقة في الهواء. عبرتها وحدي، فشاهدت أجدادي الفراعنة يستخدمون الطاقة الزمنية. منحت سوارا ذهبيا يحمل ختم الزمان، وواجهت كائنا هائلا من الضوء والظلام. ألقي بالسوار في فجوة زمنية فتجمد كل شيء. استيقظت في المقبرة مجددا، لكن الصحراء لم تكن كما كانت، بل نبتت فيها الحياة. لكن القصة لم تنتهي. في الجزء الثاني بدأت النقوش تنبض مجددا. دخلت عبر ممر من المرايا إلى زمن يحكم بالقسوة، والزمن نفسه سلاح. انضممت إلى المتنقلين، وقابلت نسختي الأخرى التي حاولت منعي من الاستمرار. رأيت ابني الذي لم يولد بعد يحذرني من فتح البوابة الأخيرة. لكنني دخلت إلى داخل نفسي، واجهت كل لحظات الماضية، واختارت ذاكرتي لحظة طفولة غيرت كل شيء. تلاشى الزمن حولي، ثم عاد بشكل موجات، وفي النهاية استيقظت في خيمة بدوية، وطفل صغير قال لي: وجدت حجرا عليه اسمك يا أبي. ظننت أنني أنهيت رحلتي، لكن الحجر الذي حمله طفلي بدأ يصدر رنينا غريبا. قرأت النقش: من استعاد الزمن عليه أن يعيده. فجأة نهضت مدينة كاملة من تحت الرماد، مع كل خطوة أخطوها. ثم ظهر رجل بوجه مألوف، وجهي. قال إنه هاشم من زمن لم يتحقق، وحذرني من فتح برج الزمن. واجهنا كائنات بلا وجوه، وحراسا من عصر لم أره من قبل. في داخل البرج تغير كل طابق إلى زمن مختلف. في الأعلى وجدت وثيقة موقعة باسمي من عصر لم أعشه قط. سقطت من الطابق الأخير إلى بعد طيفي، وهناك حوكمت من قبل وعي الزمن ذاته. خيروني، هل أعود إلى حياتي أم أبدأ زمنا جديدا؟ اخترت المصير المجهول، ودخلت بوابة تنبض كما قلبي. استيقظت في مدينة متغيرة لا تعرف الاستقرار، وهناك ظهر طفل يشبهني وقال بابتسامة: لن تنجو من نفسك، بل بها تبدأ. لكن في الجزء الرابع بدأت خطوط الزمن تتقاتل. سمعت صوتين داخلي، أحدهما يطلب التوقف، والآخر يصرخ بالاستمرار. واجهت نسختي العنيفة، وحذرني راما: الزمن بدأ يرفض الإصلاح. فقدت صديقا تمزقه موجة زمنية. دخلت سردابا يحوي لحظة الخلق الأولى، وقابلت امرأة خالدة قالت إن الزمن ليس خطا، بل كائنا حيا. تجزأ وعيي إلى 7 نسخ مني، كل منها تعيش مصيرا مختلفا. أدرت حوارا داخليا مع نفسي، واخترنا مصيرا موحدا. هاجمتنا كائنات من طيات الزمن. استخدمت ذكرياتي كدرع عاكس، وصمت. رسالة من ابني قالت: إذا اختفى الزمن تبقى أنت. ثم عدت للحظة الأولى، نفس الحفرة، لكن هذه المرة بعينين شاهدتا كل شيء. توقفت الساعة، لكنني بقيت أتحرك. استيقظت في عالم ثابت، حيث لا يمر الزمن وكل شيء يظل كما هو. لكنني وجدت شقا في الهواء وعبرت. هناك رأيت الوعي مجسدا. الأفكار تطفو، والذكريات تتحول إلى أشكال. وصلت إلى أرشيف الوجود. رأيت بدايات البشرية والانهيارات والصرخات الأولى. ثم واجهت كيانا يسمي نفسه الخالق الظلي، وسألني: لماذا تقاوم العودة؟ شاهدت عشرات الشموس تشرق في لحظة والزمن ينهار، ثم انطفأت ذاتي.
رأيت نفسي كغبار من المشاعر فقط، وأعطيت 3 نوى، واحدة للعودة، واحدة للبقاء، وأخرى للفناء. صوت والدتي القديمة أنقذني، أغنية من طفولتي أعادت لي إدراكي، وبدأت أرسم قوانين زمن جديد بخط يدي. لكن كيانات الزمن القديم قاومت وصرخت باسم ابني، فتحولت صرختي إلى ضوء مزق العدم. توحدت كل نسخي بداخلي، وعبرت إلى نواة الزمن الجديدة على هيئة قلب نابض من الضوء. استيقظت في صحراء مليئة بالحياة، لا أحد يتذكرني، لكنني كتبت على الرمال: هاشم مر من هنا، وترك الزمن أجمل مما وجده. ثم بدأت المرحلة الأخيرة. في الجزء السادس استيقظت بجسد أصغر في قرية لم أرها من قبل. الرمال تحدثني، تقول إن توازن الزمن ما زال هشا. أدخل شعاعا ضوئيا إلى اللازمن، وهناك رأيت طفلا يمشي بالعكس، يتحدث بالمقلوب، ويمسك بمفتاح يشبه النواة. انضممت إلى محفل الحراس ال7، وأصبحت الثامن. واجهت اختبار الشك وغزو الصيغ، ومدينة تتحرك فيها الأرقام. كائن أنثوي قال لي إن النواة بدأت تطلب المفتاح الآخر، لكن الحارس الخامس خاننا، فقادني المفتاح إلى قلب الرمال حيث تنبض الأرض. قاتلت الزمن نفسه لحظة بلحظة، وفي النهاية كتبت قصيدة أعادت تشكيل الزمن، ثم اختفيت بهدوء في وهج من الضوء.